حياة فيها كل ما قلبك يتمناه، حياة فيها كل ما عقلك يستناه، حياة فيها فكر لا يمكن يوم تنساه. مجلة حياة، هي دي الحياة. يبقى احنا اتكلمنا على ايه؟ اتكلمنا على حاجتين. اتكلمنا على ان انا لازم استحمى ولازم افرد ظهري وانا ماشي ليه؟ علشان ده هيحسسني بنشاط اكتر. بس معقوله الحاجتين دول يعني هم اللي خلاص مزعليني قوي وهم دول اللي سبب الكوارث دي كلها وسبب كل المشاكل اللي احنا فيها وسبب ان انا حزينه وزعلانه وبقول يا خساره يا مصر؟ لا طبعا. بس دول مهمين قوي لانه المقتب وماشي مقتب ده لاحظوا معايا كده هيبقى معاه احساس بالاحباط، احساس بالكسل، احساس ان هو مش قادر. وكل واحد فينا عنده اي نوع من انواع الاحاسيس الثلاثه دول يفرد ظهره معايا كده ويشوف هيلاقي ان احساسه بالاحباط او بالكسل او انه مش قادر يعمل حاجه قل كتير. ما احنا عشان نتغير مش هينفع اجي اقول لك يلا بينا نتغير من غير ما اقول لك طب نبتدي منين؟ وعلى فكره مش كلنا لازم نبتدي من حته واحده، كل واحد فينا بيقدر يبتدي من الحته اللي تناسبه، وهو ده الفرق بيننا وبين العلوم التقليديه. ما عشان انا قلت لكم في الاول ان طريقه تفكيرنا طريقه غير تقليديه، كل واحد فينا يبتدي بالنقطه او بالمكان او بالطريقه اللي تناسبه، ومش كلنا زي بعض، كلنا مختلفين عن بعض. يبقى احنا اتكلمنا عن استقامه القامه، ان انا لازم العب رياضه، واحسن الرياضه هي المشي، فلازم امشي، ولما امشي لازم يكون ظهري مفرود واشد نفسي كده لفوق عشان المشي يكون مؤثر. لازم استحمى واهتم بنظافه الملابس بتاعتي. وبرضه هتكلم هنا شويه وهقول انا عارفه في ناس كتيره قوي منكم هتقول ما هو معلش في ناس ما عندهاش المقدره انها يبقى عندها هدوم كتيره. اقول لهم معلش لو انا ما عنديش غير حاجه واحده بخرج بيها، لو سمحتم اغسلها بالليل او بعد ما ارجع من شغلي او بعد ما ارجع من بره واسيبها تنشف وتاني يوم البسها. لانه نظافه الهدوم بتاعتي مش شياكه، مش حاجه كده اضافه ملهاش اهميه، لا دي حاجه مهمه قوي قوي. لانها لو احنا بقى ناس بنتكلم بطريقه غير تقليديه هقول لكم ما هو طاقتي وطاقه الناس اللي حواليا واللي بيحصل فيا والتعامل اليومي والظروف اللي بعدي فيها بتتخزن حتى في الملابس اللي انا لابساها. فلما انا اغسلها واسيبها تنشف والبسها تاني يوم على نظافه اكيد هيساعدني ان انا احس ان انا طاقتي احسن من كده او عندي نشاط او قادر ان انا انجز. وعلى فكره الموضوع ده ملوش علاقه خالص بمستوى اجتماعي او مادي، لان انا على فكره بقابل ناس على مستوى اجتماعي جيد جدا وعلى مستوى مادي حسن جدا، وللاسف كتير قوي بشم، وهقول كلمه كده محرجه شويه، ريحه النفتالين بتاع تخزين الهدوم بشم وانا بسلم عليهم. تصدقوا يعني هم عندهم هدوم كتيره قوي قوي وخزنوها في النفتالين للاسف، وطلعوها وكسلوا يغسلوها ولبسوها. ببقى مكسوفه قوي، ببقى مش عارفه يا ترى اقول لها لو سمحتي طب على الاقل هوني هدومك بلاش تغسليها قبل ما تلبسيها عشان الريحه مش حلوه. وتبقى ست شكلها شيك كده وفاكره ان هي يعني عامله اللي عليها، لكن للاسف الحاجات دي كلها حاجات صغيره، ما احنا لو ما خدناش بالنا من التفاصيل عمرنا ما هننجح. وعلى فكره هو ده الفرق بيننا وبين الناس اللي بره وسبقونا بكتير. سبقونا ليه؟ عشان هم بيهتموا بالتفاصيل، ما بياخدوش حاجه كلها على بعض كده. لازم بكره يبقى